السلام عليكم شباب، شلونكم؟ اخباركم؟ ان شاء الله جميع بخير. البارحة نزل لكم شرح شلون تسجل شاشة الايفون وبرنامج اوشار رجع موجود بالابل ستور، بس به مشكلة عامة وليس خاصة، تم حلها اليوم. بس هذا الشرح يصير يعني مو مثل البارحة. قبل يعني نحتاج برنامج من ابل ستور الا يشتغل البرنامج الاوشار ان نسجل به شاشة. هذا الشرح يختلف هسه. ذاك مسحه بعد ما نحتاجه، بس اذا انت تثبت بيه لعبات يعني جيم او غير شغلاتها شي يمك، بس بعد ذاك ما نحتاجه. يعني بعد ما يحتاج مزامنة من نفس البرنامج راح المزامنة، وراح نشوفكم الطريقة. تجي تضغط على الرابط، والرابط لازم تفتحه بالسفاري، ورا ما تعطي تثبيت راح يثبت عندك. العفو. ترجع اعدادات عام تطي وثوق البرنامج. هسه البرنامج يشتغل عندي، راح اشوفكم الصور اللي صورتها لكم. شباب ما راح تفتح البرنامج راح يطلع لك بهاي الصورة. اول صورة رقم 1 اعطيه استمرار. الصورة الثانية رقم 2 يقول لك تسوي حساب جديد لو دمجه عن طريق الفيس او جوجل كروم لو تويتر. انا ضغطت على تويتر وقام يفتر عندي. ورا ما هاي افتح لي متصفح بالسفاري، وقال لي دخل حسابك مال تويتر، هل تسمح بهذا البرنامج؟ دخلت حسابي وطيته اعطاء صلاحية للطبق للبرنامج، يعني 4. ورا ما سجلت حسابي وطيته تسجيل جاري عادة توجيه الى الطبق. هاي 4. شوف ظل يفتر. ورا ما خلص قبل فتح عندي تطي اوكي ومبروك عليك. تقبلوا تحياتي اخوكم سعد السعدي، نسألكم الدعاء.